يعني خلينا أقولها باختصار، هلاليون أساءوا لكيانهم الهلال من حيث لا يعلم الهلال. صحيح. هذه يعني تجي في عواطف. كيف أساءوا؟ يعني مثلا تكون مثلا أسماء مثلا تشتغل في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال لجنة حكام لهم عواطف مثلا هلالية، أخطاء يعني كانت، احنا نقول زي ما قلت لك في أخطاء تكون أخطاء عابرة، لكن في أخطاء مهما حاولت مع مرور الزمن أنت محاة الذاكرة ما تقدر. يعني خلينا أقول أبو زندم على اتحاد الهلال وهدف النزهان، عبد العزيز الدخيل مثلا، أخطاء يعني تحاول أنك توجد لها مبرر ما تقدر، تحاول انه انت تسقطها من ذاكره العقل ما شوف هذه الاخطاء اضروا بالهلال. ايوه بطريقه غير مباشره. يعني ما اعتقد الهلال عنده كاريزما البطل، عنده التاريخ البطولي، عنده الجماهيريه، عنده هي ما ضرت بالهلال وقت كلام في نفس الاخطاء. لا شوهت. التعاطي الاعلامي مع هذه الاخطاء هو اللي اضر بالهلال. لا وبعدين على فكره ابراهيم، هي ليش اثرت بالهلال الان؟ لانه هذه الثقافه اللي انا اتكلم عنها، الثقافه السائده الان موجوده في المجال الرياضي السعودي حول التحكيم، أصبحت تشكل عقدة مزمنة للهلال. احنا نقول كان الهلال يعاني من عقدة الآسيوية، الآن صار الهلال سيعاني من عقدة الدوري وسيعاني من عقدة الحكم الأجنبي. أنا هذا المخطط الإعلامي الكبير جدا وقع فيها الهلال في الفخ. ترى أن الآن الهلال الآن عقدة مزمنة للدوري توازي عقدته مع البطولة الآسيوية، وأيضا عقدته مع الحكم المحلي مع الحكم الأجنبي أيضا تشكل عقدة ثالث. يعني العقدة الهلالية الثلاث، الآسيوية، الدوري، والحكم الأجنبي.